والقوم وأبناء القوم. يعني إذا كان كبراؤهم هكذا، يعني شوف الإسفاف الآن هذا بالله عليك كتاب تبديد الظلام وتنبيه النيام إلى خطر الشيعة على المسلمين والإسلام. هسه تتصور تفتح الكتاب تشوف بيه طرح علمي، طرح سليم؟ لا، شنو تشوف؟ صفحة 216 يقول: قد لا يصدق القارئ الكريم أن نكاح الأم عندهم، أي عند الشيعة، هو من البر بالوالدين، وأنه عندهم من أعظم القربات. يلا تفضل. هذا إسفاف. هكذا يهاجمون الشيعة، ينسبون إليهم إفكا وزورا ما قال به أحد منهم قط. بس شو تسوي؟ قد لا يصدق القارئ الكريم أن نكاح الأم عندهم هو من البر بالوالدين، وأنه عندهم من أعظم القربات. هذا الجبهان هلك الآن. هناك مع أم عائشة يكون إن شاء الله في جهنم. هناك يعرف بر الوالدين عدل، مع أم عائشة يعرف زين هناك إن شاء الله. ولكن نحن نقول هذا في الواقع ليس عندنا. هذا نكاح الأمهات إذا أردته فهو عندك أيها الجبهان، عند إمامك أبي حنيفة. ولسنا نرسل القول بلا دليل، لا، الدليل حاضر ولست أخفيه خيفة، وإن تكشفت جيفة، وإن ضرب الطبل من تحت القطيفة. إيه، إحنا نقولها خلاص. المحلى لابن حزم، المجلد 12، الصفحة 200، قال أبو حنيفة: لا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته وأخته وجدته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته. قد واحد يقول ما كان يعلم، لا عالم، يقول عالما بقرابتهن منه. قد يقول واحد ما كان يعلم أنه حرام، يعني هو يعلم بالقرابة وأنهن ذوات رحم لكن أو محارم، ولكن لا يعرف أن نكاح المحارم حرام، يقول لا، عالما بتحريمهن عليه. قد واحد يقول بس عقد صار، يقول لا، ووطئهن كلهن، يروح أول ليلة على أمه، ثاني ليلة على أخته، ثالث ليلة على بنته، رابع ليلة على جدته، على ما أدري كذا، كل محارمه يعقد عليهن. يروح لأمه: زوجيني نفسك، تقول زوجتك نفسي، يقول قبلت. عرفتوا؟ ومهرهم لازم ولا ما يضبط عند أبي حنيفة. عرفتوا؟ وهكذا يكمل مع البقية: ووطئهن كلهن، فالولد لاحق به شرعا. ولده مو ولد زنا، انتبه، ولد شرعي حلال نجيب طيب، يخلوها إمام يصلون وراه، زين. والمهر واجب لهن عليه. أيابا، هاي لازم يعطيها مهر، أمها لازم يعطيها مهر، أختها لازم يعطيها مهر، يتفق وياهم ولا ما يضبط. انزين، هذا اللي سواه خلاف الشريعة شنو عليه من عقوبة؟ ماذا عليه؟ يقول: وليس عليه إلا التعزير دون 40 فقط. يا مسهلها يا محلاها. عرفتوا؟ خلص أقل من 40 جلدة ويتحملها، ما تموت هذه. عرفتوا شلون؟ وخلي يغوص في بحر الرذيلة مع المحارم، مع الأمهات، مع الأخوات، مع البنات، سفاح. هل هذا قول فقط أبي حنيفة؟ لا، يقول صاحب المحلى بن حزم، يقول: وهو قول سفيان الثوري. يلا
منو اللي عنده نكاح أمهات الآن؟ هذا النص الفقهي بالمناسبة نقلناه نحن فيما سبق للتأكيد والتدعيم، حتى واحد لا يقول يمكن هذا مثلا نسبة باطلة لأبي حنيفة من مثلا هذا ابن حزم ظاهري مثلا، فيمكن النسبة باطلة، مع أنه لا أحد يتهم ابن حزم في نقولاته بالمناسبة، لأنه هو خبير بما عليه فقههم في مذاهبهم. نأتي بشهادات أخرى تؤكد ذلك. من تلك الشهادات والاعترافات شهادة ابن تيمية لعنه الله في كتابه منهاج السنة المجلد الثالث الصفحة 421 أو 21 يقول: وأما عقده على ذوات المحارم فأبو حنيفة جعل ذلك شبهة تدرأ الحد لوجود صورة العقد. يعني هو المفروض هذا الذي ينكح أمه أجلكم الله أنه يحد في الإسلام، وحده شديد عند العترة الطاهرة عليهم السلام كما سيأتي. فشلون ما يحد؟ يقول لوجود صورة العقد، وإن كان العقد في نفسه باطلا بس مو عقد على أمه، خلص ماكو عليه حد. هذه صارت شبهة تدرأ الحد. مو الحدود تدرأ بالشبهات؟ بس المشكلة هو عالم بحرمتها عليه، عالم بحرمة هذا العقد، عامد متعمد، يقول مع ذلك خلص صار عقد، صارت شبهة. يروح يجيب له مأذون بقولة المصريين، يجيبه، وعلى مذهب أبي حنيفة اللطيف هذا في مصر يعقدون على، يعني هم شوافع، بس العقود عقود النكاح هو المأذون نفسه يقول على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، تمام؟ فيجيب له واحد مأذون ويجيب له 2 شهود عدول. منو مثلا؟ يجيب له علي جمعة مع مثلا منو محمد حسان، ما أدري، يجيب له واحد من ذولا، أو هذا الزغبي، هذا خوش شاهد عادل، هذا يجيب هذول 2 شهود، هذول يشهدون، ووقع ورقة مع أمه زوجتك نفسي، يقول قبلت، على مهر إيش قد 500 جنيه مثلا. خلص ثاني يوم يكتشفون أنه هذه أمه، ما عليه حد خلص، والتعزيرات هم لا تقام في مصر. شو يسوي مثلا؟ يروح يشرب له عصير يم هذا الأزهر ويرجع، يقول يا بني يعني أنت ليش سويت شيء؟ أبو حنيفة خلص، مو مذهب أبي حنيفة، يمشي ذبها براس عالم واطلع شنو؟ سالم. يقول ابن تيمية: وأما عقده على ذوات المحارم فأبو حنيفة جعل ذلك شبهة تدرأ الحد لوجود صورة العقد. هنا نكتة يا إخواني ينبغي الالتفات إليها. ابن تيمية لعنه الله إنما ألف منهاج السنة ردا على ما طرحه العلامة الحلي رحمه الله في منهاج الكرامة، فأخذ فقرات من منهاج الكرامة ورد عليها، صحيح؟ ولما ألف هذا الكتاب منهاج السنة خدمنا كثيرا بالمناسبة. هو هنا رد على ما اتهم به العلامة الحلي مذاهبهم من الفتاوى الشنيعة، ومنها فتاوى أبي حنيفة في هذا الشأن. رد على هذه بغير رد، يعني هذا ليس ردا في الحقيقة، مجرد يبرر لأبي حنيفة مبناه أن العقد حتى مع العلم شبهة يدرأ بها الحد. ولكنه أي ابن تيمية تغافل عن أشياء أخر طرحها العلامة الحلي. لو رجعتم إليها، العلامة الحلي ما اقتصر على ذكر هذه، ذكر أمورا أخرى أشنع، ولكن ابن تيمية لم يحر جوابا فأعرض عنها ولم يجب عنها إطلاقا. ما هي هذه الأمور التي ذكر العلامة الحلي؟ شوفوا لاحظوا، يقول: وسقوط الحد
عمن نكح أمه أو أخته أو بنته مع علمه بالتحريم والنسب بواسطة عقد يعقده وهو يعلم بطلانه. هذه علق عليها ابن تيمية، لكن تتمة العبارة أو الفقرة التالية أو الجملة التالية تغاضى عنها. جدا شنيعة صراحة هذا الكلام. أنا أدري من البداية قلنا هذه الجلسة ما يطرح فيها تقشعر منه الجلود، بس لازم الحقائق أرجو من الجميع أن يتحملنا أنه هذه الحقائق لابد أن تظهر، وخصوصا للإخوة أبناء العامة لابد أن يسمعوا ما عليه فقههم حتى يتبصروا إن شاء الله بالحق. يقول وعمن يعني سقوط الحد عمن لف على ذكره خرقة وزنى بأمه أو بنته. لا إله إلا الله، استغفر الله. هذا فقههم، هذا فقه أبي حنيفة. يعني أجلكم الله أي مجرد هذا اللي يسموه واقي ذكري يستعمل ويزني زنا بعد، لا عقد لا شيء، ماكو عقد، يزني بأمه، الحد ساقط عنه لأنه ما صار دخول تام. بالله عليكم هذا شرع محمد صلى الله عليه وآله، هذا الإسلام. للتأكيد أكثر ارجعوا إلى كتاب المنخول من تعليقات الأصول لشيخهم العظيم شيخ إسلامهم أبو حامد الغزالي. يعترف أنه هذا أبو حنيفة لعنه الله ماذا فعل في الشريعة الإسلامية. راجعوا الصفحة 613. يقول وأما أبو حنيفة رحمه الله، هو يقول لعنه الله، فقد قلب الشريعة ظهرا لبطن وشوش مسلكها وغير نظامها. وبدأ يعدد بلاياه لا شأن لنا بها كلها الآن، إلى أن وصل إلى الصفحة 615 فقال وأما الفروج فإنه مهد ذرائع إسقاط الحد بها مثل الإجارة. شنو هذه الإجارة؟ هذه فتوى ثالثة لأبي حنيفة. هسه احنا عرفنا الفتوى الأولى شنو؟ يسقط الحد على من عقد على أمه أو بنته أو ذات محرم من محارمه، بس لازم يعقد عليه. زين. الفتوى الثانية شنو؟ أجلكم الله إذا لف على آلته خرقة وزنى بأمه بأخته بمحارمه لا حد عليه. الثالثة شنو؟ الاستئجار، أن يستأجر امرأة للزنا. يقول أستأجرك، يسوي عقد استئجار، يستأجرها، يروح يدفع لها مبلغ ويقول أنت أجيرة للزنا، يسقط الحد عنه. عقد الإجارة. تعزير يمشي الآن يبين تعزير، هذا اللي دون 40 هذا زلاطة هذا. المهم سقوط الحد. شوفوا الشريعة لما جعلت حدودا على هذه الأشياء، فالحكمة عند الله عز وجل والمصلحة لخلقه هو في وجود هذه الحدود. بمعنى إذا واحد تلاعب بهذه الحدود جعل لها عقوبة أخف ما تتحقق المصلحة ولا تتحقق الحكمة، فالناس لا تتورع حينئذ. فما الفائدة؟ أنت أسقطت الحد. لا يقول النقائل قد جعل عقوبة أخرى، العقوبة الأخرى عقوبة مخففة فيجترئ الناس على هذه العظائم. ولولا ذلك، لولا أن هذا الأمر شنيع، لماذا أنكره مثل الغزالي وغيره من فقهائهم ابن حزم وغيره؟ لماذا يقولون هذه الأمور شنيعة وانتقدوا أبا حنيفة بها إذا كان لا شيء فيها؟
يقول الغزالي: وأما الفروج فإنه مهد ذرائع إسقاط الحد بها مثل الإجارة ونكاح الأمهات. نكاح الأمهات عند من؟ نكاح الأمهات عند شيعة أهل البيت الأطهار الأبرار الأنقياء الشرفاء، أم عند البكريين من أتباع أبي حنيفة وأتباع سفيان الثوري وغيرهما ممن أباحوا هذا المنكر العظيم؟ هذه شهادة الغزالي، يقول بالنص: نكاح الأمهات. يقول: وأما الفروج فإنه مهد ذرائع إسقاط الحد بها مثل الإجارة ونكاح الأمهات، وزعم أنها دارئة للحد. هذه الإجارة، واحد خليه يستأجر أمه، نعوذ بالله، ويزني بها، لا حد عليه، يدرأ عنه الحد لوجود عقد الاستئجار، الإجارة. وهو هنا يعلق الغزالي منتقدا أبا حنيفة، يقول: ومن يبغي البغاء بمومسة عليه كيف يعجز عن استئجارها؟ يعني خلاص يصير الزنا بعد خلاص متفشي في الأمة، لأنه هو يجيب له مومسة أجلكم الله ويدفع لها فلوس ويقول هذا عقد استئجار، خلاص هذا عقد إجارة، لا حد عند أبي حنيفة. أعوذ بالله. هذا ما عندهم. أما عندنا ما هو الموجود؟ الذي أجلكم الله ينكح أمه بعقد بدون عقد، هاي شنو؟ هذا كله لعب، هذا كله لعب وشيطنة، نعوذ بالله. فما عقوبته عند أئمة أهل البيت عليهم السلام وفقهائهم؟ هنا تأتي إلى النور، تأتي إلى الشرف، إلى الناموس، إلى الغيرة. وسائل الشيعة ارجع إليها: باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة. أنا أعرض لكم أول حديث فيه فقط عن أحدهما عليهما السلام، الباقر أو الصادق صلوات الله عليهما. قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف. شفت الفرق؟ شوف وين نزلها أبو حنيفة؟ دون 40 تعزيرا، يعني حالة مثل حال واحد شتم له واحد، ماكو يضربوه كم جلدة مثلا، هذا تعزير دون الحد، دون 40 يعطي. احنا شوفوا حتى مو حد، لأنه إذا قلنا مجرد حد غير المحصن مثلا، إذا غير محصن حد الزنا عليه شقد 100 جلدة مو أكثر. زين هذا شو نسوي له؟ إذا زنى بأمه نعوذ بالله، إذا كان غير محصن شو نسوي؟ ما نقول لا، أنت زناك هنا حتى وإذا كنت غير محصن، أنت زنيت بأمك، نعوذ بالله، هذا أفجر الفجور. لا، أنت هنا تقتل، حدك القتل، تضرب بالسيف ضربة أخذت ما أخذت منك. يقول الإمام عليه السلام: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت. زين، وإن كانت تابعته المرأة، الأم، الأخت، المحرم، ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت. انتهى خلص. وهذا حكم إجماعي عندنا لا اختلاف فيه. وحتى إن دخلت صورة العقد كما زعم أبو حنيفة والثوري وغيرهما من الأنجاس الأرجاس،
يقول شيخنا المفيد عليه الرحمة في المقنعة، يقول: ومن زنى بذات محرم له كعمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته ضربت عنقه. وكذا الحكم في من زنى بأمه أو ابنته أو أخته ومن عقد على واحدة ممن سميناه، حتى لو عقد وهو يعرف رحمه منها ثم وطأها ضربت عنقه. ومن غصب امرأة على نفسها ووطأها مكرها لها، اغتصاب مو جريمة زنا بالتراضي، اغتصاب. ومن غصب امرأة على نفسها ووطأها مكرها لها ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن. هذه العقوبات عندنا، هذه الحدود عندنا، تعلمناها من أئمتنا عليهم السلام.